السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا فيديو حلو قوي. معانا الجلاشة المقرمش الحلوة المحشي بالكنافة الغرقان في صوص الشوكولاتة. فيديو جميل جدا، تابع الفيديو الاخر هيعجبك، فيه تكات حلوة وكمان لذيذ جدا، هيعجب اطفالنا. حاجات جميلة بقى علشان احنا في الصيف عايزين نفرحهم بالحاجات الحلوة. هنا شوفي الحشوة بتاعة الكنافة عاملة ازاي. هنا الكنافة كمان متحمرة معانا وغرقانة من الصوص بتاع العسل بتاع الجلاش، مدية طعم حلو قوي، معمولة بطريقة بسيطة جدا، طريقة سهلة اي حد ممكن يعملها لأول مرة. بس تابع معايا الفيديو. يلا نبتدي الفيديو ونسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف مكوناتنا ايه. مكوناتنا البسيطة: معانا نص كيلو من الجلاش قطعناه نصين زي ما انت شايفة كده، معانا سمنة، معانا كوباية زيت على السمنة علشان طبعا السمنة متبقاش تقيلة في الصيف والزيت ابيض. حمرنا الكنافة بتاعتنا في حبة من السمنة وضفنا عليها حبة من جوز الهند. هناخد لفات بسيطة جدا من الجلاش، ورقة او ورقتين علشان الجلاش بتاعنا يبقى خفيف ويبقى مقرمش وهاش معانا زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو. طعمه جميل جدا، جربوا الوصفة دي هتعجبك وتعجب اطفالنا ان شاء الله. وما تنسيش اللايك والشير للفيديو، واللي اول مرة يشوفنا يشرفنا وينورنا باشتراكه في القناة وتدعيم زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل اشعار جديد وكل حاجة جديدة بتعملها ونفيد كل الناس. يلا بقى نشوف احنا عملنا ايه. هنا هنحط حبة من الكنافة اللي احنا حمرناها مع حبة من جوز الهند، ممكن تحطوا زداني، ممكن تدخلي في قلبه مكسرات، ممكن تعملي اي تغيير. كل حاجة ما بين ايديكي وربنا يحسن ما بين ايديكوا وتعملوا احلى حاجة. وبشكر كل الناس اللي متابعيني ومشرفيني في القناة بتاعتي ومشرفيني بتعليقاتهم الجميلة وكلامهم الحلو وبلايكاتهم الحلوة اللي بتفرحنا وبتفرح قلبي لما بشوفهم بالتعليقات بتاعتهم. كمان انا اتعودت على وجودهم معايا. ربنا يديم المحبة والمعروف ما بيننا ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع. يلا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. هنا هنخلص برضو كل الكمية، وبعد ما نخلص كل الكمية ونحشيها هنمسك بقى الجلاش بتاعنا الجميل ده، هنقطعه طبعا قبل ما ندخله الفرن، لانك انت لو قطعتيه بعد ما يطلع من الفرن طبعا بيبقى ناشف هيتكسر منك. هنا هنقطع الجلاش اهو تقطعات صغيره الحجم اللي انت عايزاه قطعيه، بس اهم حاجه يتقطع قبل ما يخش الفرن. هتولعي الفرن من تحت وبعد كده هتشغلي الشوايه عليه وتبقى ايدك فيه، لان الجلاش طبعا الاوراق بتاعته خفيفه بيتعرض للحرارة فبيستوي بسرعة. كده خلصنا الكمية بتاعتنا وقطعناها زي ما انت شايفة كده معانا. هندخلها بقى الفرن. بعد ما تخرج من الفرن طبعا مباشرة بنكون احنا عاملين بقى الشربات بتاعها، ويكون طبعا الشربات بتاع الجلاش بتاعك بارد وهي تكون لسه طالعة من الفرن. بتنزليها طبعا في الشربات، بس انا حبيت اوريها لك مقرمشة ازاي، طالعة مقرمشة لان السوا بتاعها مظبوط. هنا هنحط بقى الشربات عليها، وبعد كده بقى هنبتدي نحط عليها صوص الشوكولاتة زي ما انا وريتك في اول الفيديو، معمولة بصوص. شوفي بقى السوا بتاعتها عاملة ازاي، مقرمشة جوه الكنافة مستوية، احنا كنا مسويين الكنافة اصلا. فهنا طعم جميل جدا، قرمشة هتبقى كريسبي معاكي جدا. هناخد كمية بقى منها وننزلها في صوص الشوكولاتة كده زي ما انت شايفة، ونزينها بجوز الهند. طعمه جميل جدا، جربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم. اول مرة حد يعمل معاكم الجلاش بالشوكولاتة جربيه، وان شاء الله وصفتي ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش في التعليقات تكتبولي الوصفة عجبتكم ولا لا. واللي أول مرة يشوفنا يشرفنا وينورنا بتدعيمه للقناة وبتشريفه لينا وبتعليقاتهم الجميلة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو الجلاش المحشي بالكنافة وبصوص الشوكولاتة.